اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زي الفود. ازيك بقى يا قمرايه؟ عامله ايه؟ تعالي بقى، بلاش كل شويه تحمري وتخلصي ازازه الزيت. تعالى اقول لك بطريقه بسيطه جدا. عايزه اقول لك وصفه فطار مفيده جدا، وصفه غدا مشبعه جدا، وصفه عشاء بصي خطيره تنفع لكل الاوقات. تعالوا اقول لك انا عملت ايه. سهلت بس وفرت عليكي عشان الفيديو ما يطولش عليكي. رحت جايبه عندي حوالي 2 كيلو من البطاطس، طبعا الكميه حسب الرغبه. تمام. وبعد كده رحت حطيتهم بقشرها، رحت حطيتها في ميه. ماشي. ورحت حطيت عليها رشه ملح. تمام. وهي بتتسلق وسبتها لحد ما تتسلق. بعد كده قشرتها وهرستها من غير ما احط لها اي حاجه نهائي. تعالوا بقى هنحولها لاحلى حاجه في الدنيا ونشوفها مع بعض. قبل ما نشوف هنعمل ايه في البطاطس، عايزه اقول لك التفريزات فعلا بتفرق 180 درجه معاكي في مطبخك. ده بصل مفرزاه، ده جزر ما شاء الله كنت مفرزاه، شايفين لونه عامل ازاي. وده عندي فلفل برضو كنت مفرزاه. بصي ما بستغناش عن الحاجه دي في الفريزر. هنزل بقى معلقتين كده من البصل مع شويه من الجزر. تمام. بقيمه نص كيلو. مع عندي برضو معلقتين من الفلفل، يعني هاخد معلقتين من ده ومن ده، وهحط حوالي نص كيلو من ده. والبرطمان اللي بستغناش عنه في باب التلاجة او في الفريزر، بعمل كميه بشيلها في باب الفريزر، والبرطمان واحد انزله تحت في التلاجة. ايه هو؟ فلفل على الثوم. ينفع طبعا تشتريه في الفريزر على طول، بس انا بخلي برطمان عندي في باب التلاجة فلفل على ثوم. وممكن كمان اكمل عليه الدقه بتاعته، ملح كمان كزبره وشطه، واحط له كمان ليمون وخل لو انا هحطه في باب التلاجة. انما لو في باب الفريزر توم على فلفل بس، زي ما انا عامله ده توم على فلفل. هاخد منه معلقه برضه. ومعايا بقى على طول معلقه سمنه على معلقه زيت. وتعالوا بقى ننزل بالكلام القمر ده. بصي بقى يا قمرايه، حطيت عندي البصل اهو، شايفه ما شاء الله لونه زي ما هو ازاي. وعندي الثوم والفلفل. تمام. وحطيت كمان بصل ثوم فلفل، وحطيت كمان الجزر، شايفه ما شاء الله. وبتنزليه فروزن زي ما هو كده. ودي عندي طماطميه كده برضو، صلصه طماطم برضو بشيلها في الفريزر. حطيت معلقتين. انا ما بستغناش عن البرطمانات دي يا جماعه. بعمل صلصه واقوم شايلها في الفريزر في باب التلاجة. وما شاء الله البرطمانات دي ما بتتكسرش ولا بيجرى لها اي حاجه. في حاجه بس عايزه اقول لك عليها، انك يا ست الكل لازم تقفلي اكياس تاني كويس جدا وتفرغي الهواء منها وتشيليه على طول على الفريزر. استخدمتي اللي استخدمتيه وارفعيه على طول على الفريزر عشان ما يحصلوش حاجه. نيجي بقى البرطمان القمر بتاعنا ده عباره عن ايه. اللهم صل على النبي. ملح على كمون على كزبره على فلفل اسود على شطه على بابريكا. تمام. بعملهم كده ميكس مع بعض مع ورق لورا. هنزل بقى كده عندي بمعلقتين على الخضار بتاعي، وهدي النار عليه واقوم مغطياه علشان يفك مع بعض. شايفه بقى اتسبكت وروايح روعه. يبقى حط انا بصل وثوم وفلفل وجزر وطماطم. تمام. حابه بقى الاضافات اللي انت عايزاها، حابه تحطي زيتون، حابه تحطي جبنه موتزاريلا، انا مش هحط اي حاجه بصراحه. هضيف بقى البطاطس بتاعتي كلها. تمام. واقلب كده ونشوف الخطوه الجايه. هنجيب بقى العيش بتاعنا. عايزه اقول لكم ان بقى بجنيه ونص مش موجود، فعلى طول ب2 جنيه. مش عارفه العيش بقى غالي جدا. وافتحوا فتحه من الجنب كده زي ما انتم ما شايفين. واحشي بقى الجمال بتاعنا. تقدري تضيفي معلقه لحمه مفرومه برده معاها روعه. بس انا ولا هحط اي حاجه، وبابسط الامكانيات واعمل احلى حواوشي في الدنيا. بصي بقى الجمال يا قمرايه، عامه لما تيجي تعملي حواوشي بطاطس بقى، حواوشي فراخ، حواوشي سجق، حواوشي لحمه، لما يتبقى معاكي مثلا رغيفين كده لسه، يعني مش هتاكلهم دلوقتي، تقومي مسويها كانك هتاكليها عادي. وبعد ما يهدى خالص، بصوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله بجد، تحفه تحفه. والله يا جماعه هتدعولي عليه. حابه تحطي موتزاريلا زي ما قلت لك، لحمه مفرومه، اي اضافات براحتك. بس عايزه اقول لك وصفه غدا تحفه. بعد بقى ما يهدى خالص، تقومي في كيس كده وتقومي شايلاه فراغه منه الهواء، ومبططاه وشايلاه في الفريزر. ما تحطوهوش وهو ني. انا جربته وهو ني قبل ما يستوي العيش، يعني قبل ما نحطه على الزيت. وجربته وهو مستوي، لا طعمه كده احلى بكتير. طلعيه بقى في الميكرويف، طلعيه تسيبيه كده على الرخامه، هو هيفك نفسه. ما قلتلكوش بقى طريقه التسويه. اما تحطيه في طاسه، في صينيه كبيره بتاعه الفرن. ما بدهنش بقى رغيف رغيف، انا بدهن الصينيه كلها زيت. ماشي. طبقه كده خفيفه من الزيت بالفرشه اوزعها، واقوم حاطه الرغيفه بتاعتي، واحط برده رشه زيت عليها من فوق كده، وبولع الفرن من تحت. تمام. وبحطه في الشبكه في النص. ده لو عايزه في الفرن، وده بيبقى اسرع. او زي ما انا عملت كده طاسه جريلا، بحط فيها معلقه من الزيت، ما بدهنش العيش، معلقه من الزيت، واقوم منزلها على وشه. يعني ده اول حاجه، ده اللي بيبقى من تحت. لازم تاخدي ده من تحت الاول. خلاص.
الوش الاول عشان بيستوي اسرع. طاسه سخنه جدا، معلقه زيت او سمنه، وتحطي بقى، وبعد كده تقومي قلباه على الناحيه التانية. تمام، ما بياخدش ثواني. حابه تغطيه مفيش مشكله، وكل حاجه مستويه عندنا كانه بيتعامل مع الحواوشي العادي. هتغطيه يبقى تهدي النار عليه، انما انت لو مش هتغطيه سيبيه على نار عادي متوسطه، وبكون كاشفه الغطا، بس تبططي عليه، تمسكي الفورسيبس كده او الماسك وتضغطي عليه كده ضغطه كده. تمام. بصوا الجمال، شايفين القرمشه، وتقلبيه الناحيه التانية. حابه بقى تعملي له فحميه تمام، مش حابه مفيش مشكله. ودي بقى ما شاء الله الرغيفه اللي بتاعتنا. بصوا ده كده انا مسوياه على النار. تمام. في الفرن بيبقى محرمش او بيبقى ناشف شويه، براحتك خالص. تمام. ولو برضو عملتيه في الفرن وطلعتيه حطيتيه في حله كده وغطيتيه، برضو هيطرى. الطريقه اللي اسهل لك اشتغلي بيها. بصوا ما شاء الله الرغيفه كبيره تمام ومشبعه. تحبي بقى تحطي معاها طبعا سلطه الطحينه اساسي، مش حابه زي انا كده. انا حطيت لهم شويه بلح كده سوي من اللي قلبك يحبهم كده، وبالف هنا وشفا. وجبه غدا عايزه اقول لك حلوه جدا، جربي وهتدعي لي. باي باي.